السلام عليكم دفعة تانية ثانوي، والنهاردة هناخد آخر جزء معانا في شابتر 1. كان فاضل لنا في الكيميكال بونز، بس آخر حاجة هي كوردينيت بوند. دي هنشرحها النهاردة مع الفيزيكال بونز، وكده نبقى خلصنا شابتر 1 إن شاء الله. طيب، ايه الكوردينيت بوند دي؟ قالك بص يا سيدي، الكوردينيت بوند دي هي نوع معين أو هو نوع خاص من الكوفالنت بوند. ايه يا مستر، مش تزعل مني كام الكوفالنت بوند بقالنا قد كده؟ تاني كوفالنت بوند هقولك لأ، ما هي مش شبهها أوي، في اختلاف بينهم. طيب الاختلاف بينهم في ايه؟ في الاوريجين بتاعها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في المنشأ بتاعها. طبعا انت عارف ان بالنسبه لك الكوفالنت بوند العاديه هي مجرد شير بالالكترونز بين تو اتومز وخلاص، خلصت على كده. جميل. اما في حاله الكوردينيت بوند فهي بيكون فيها نوعين، فيها حاجه في عندك اتوم عندها لون بير. جميل. الاتوم اللي عندها لون بير دي بيبقى اسمها دونر اتوم. وفي اتوم تانية عندها امبتي اوربيتال، عندها اوربيتال فاضي، فدي بيبقى اسمها اكسبتور اتوم. لا الدنيا مش واضحه قوي. طب بص كده، شوف كده الامثله هتفهم منها. في حاجه عندك اسمها هيدرونيوم، لو H3O بوزيتيف. طب ايه الهيدرونيوم ده اصلا؟ ده بالك ده لما يكون فيه اسيد ماشي، دب في الميه. تمام. طيب فهتلاقي ايه اللي حصل. الميه عندك اهي H2O بالشكل ده، صح كده؟ عندها تو لون بيرز، سواء ده او ده. تمام تمام، مش ده مشكلتنا دلوقتي. فالميه دي كده عندها يعتبر دول ضيفين، ضيفين تقال على قلبها، على قلب الاتوم دي. تمام. طيب تلاقي معاها في هيدروجين ايون. يعني ايه هيدروجين ايون؟ يعني اتش بوزيتيف. وطبعا احنا عارفين ان اصلا الاتش اصلا الاتوميك نمبر بتاعها ب1. فما اقول لك اتش بوزيتيف، معنى كده ايه؟ معنى كده ان هي اصلا فاقده الالكترون ده. يعني معنى كده ان بقى توزيعها زيرو. فبالتالي بقى عندها في اوربيتال اسمه 1 اس فاضي. تمام. طيب الاوربيتال اللي اسمه 1 اس اللي فاضي ده، ايه اللي يحصل؟ يقول لك طيب مش انت دلوقتي كده عندك ال1 اس ده فاضي؟ اه، يعني انت عندك مكان فاضي، وانا عندي ضيفين ارخم من بعض. تمام. طب انا هديك ضيف منهم تخليه عندك. فده اللي يحصل ان هنا الووتر اللي هي عندها لون بير، هي عندها تو لون بيرز، اقول لك هتاخد واحده بس منهم تديها لايه؟ للهيدروجين ايون ده اللي هو اسمه بروتون. لو قال لك هيدروجين ايون تمام، قال لك بروتون تمام، الاتنين نفس الحاجه. فيتكون معاك حاجه اسمها هيدرونيوم. ايه الهيدرونيوم ده؟ هو H3O بوزيتيف. طيب ايه الاختلاف؟ الاختلاف ان ده كان عنده تو لون بيرز، هنا ده عنده 1 بس. تمام. طيب عشان اعرف افرق بين الكوفيلنت بوند والكوردينيت بوند، فهتلاقي ان الكوردينيت بوند دي بتعملها بسهم. بتعمل بسهم ازاي؟ بتعمل بسهم من الاكسجين او من الدونر اتوم للاكسبتور اتوم. فهنا الدونر اتوم كان الاكسجين، والاكسبتور اتوم كانت الهيدروجين. فبالتالي بقى في سهم عندك من الدونر اتوم للاكسبتور اتوم. طيب ناخد مثال كمان عشان نفهم تاني. في قال لك في حاجه عندك اسمها امونيوم، اللي هي NH4 بوزيتيف. عباره عن ايه؟ عباره عن NH3 اللي هو الامونيا. جميل. ال NH3 ده لما يدوب في ميه، ايه اللي يحصل؟ يقابل هيدروجين ايون اللي هو بروتون. ايه اللي يحصل؟ هي عندها اهو، عندها ضيف تقيل على قلبها اللي هو اللون بير. ولما قابلت هيدروجين ايون اللي هو البروتون، في عنده 1 اس فاضي، عنده مكان فاضي. فيعمل ايه؟ يروح رايح قايل له خلاص خلي الضيف ده عندك. تمام. فيتكون معاك ال NH4 اللي هو الامونيوم. وعشان نعرف نفرق بين الكوفيلنت بوند وبين الكوردينيت بوند، فهتلاقي الكوردينيت بوند عبارة عن سهم. تمام. فهنا هو عبارة عن سهم اهو، من الدونر اتوم اللي هي ادت اللون بير للاكسبتور اتوم اللي هي كان عندها مكان فاضي. تمام. خد بالك من حاجة، اللي يعملوا NH3 يعملوا BH3. يعني ايه الكلام ده؟ يعني البي اتش 3 اللي هو بي اتش 3 برضو يقدر يعمل هو كمان، هو كمان يقدر يعمل كوردينيت بوند. جميل. طيب طبعا مفهوم انت قصدي ان انا قصدي بي اتش 3، يعني مش مشكله. طيب في عندك بقى Al2ClCl6 اللي هو الومنيوم كلورايد. قال لك ايه بقى؟ الالومنيوم كلورايد ده هو مش Al2ClCl6 على فكره، هو AlCl3 بس عشان هو 2 مولكيولز منه فبنقول لك عليه Al2Cl6، لكن هو اسمه AlCl3 عادي. تمام. يقول لك ايه بقى؟ كل اللي عايزك تبقى عارفه ان ال AlCl3 ده يقدر يعمل 2 coordinate bonds. ده اللي انا عايزك تبقى عارفه هنا، ان AlCl3 يقدر يعمل 2 coordinate bonds اللي هو الالومنيوم كلورايد. عن طريق ايه؟ عندك 2 مولكيولز منه، ادي مولكيول اهو AlCl3، وادي المولكيول التاني اهو AlCl3. تمام. وادي الكوردينيت بوند اهو، الكوردينيت هي اللي سهم، ادي السهم اللي هنا والسهم اللي هنا، يبقى في هنا 2 كوردينيت اهو. تمام.
طيب ده كده بالنسبه لايه، للكوردينيت بوند. طيب نبدا نتكلم بقى على الفيزيكال بوندز. الفيزيكال بوندز عندك منها نوعين، في حاجه اسمها هيدروجين بوند وحاجه اسمها ميتاليك بوند. خلينا نتكلم عن الهيدروجين بوند الاول. قال لك ايه بقى، الهيدروجين بوند دي هي السبب في ان الميه البويلنج بوينت بتاعتها عاليه. يعني البويلنج بوينت بتاعت الميه 100، تمام، هي 100 سيليزيوس. جميل. رغم ان المولر ماس بتاعتها ايه، 18 جرام اوفر مول. طيب لو جينا قارناها بالبويلنج بوينت بتاعت الهيدروجين سلفيد اللي هو H2S، هتلاقي ان البويلنج بوينت بتاعت الهيدروجين سلفيد نيجاتيف 61، رغم ان اصلا المولر ماس بتاعته اعلى، دي 34. يعني الطبيعي والمنطقي ان انت تقول لي يا مستر طالما ده المولر ماس بتاعته اعلى يبقى كده عشان هيغلي بدرجه اعلى، فازاي ده 100 وده نيجاتيف 61؟ قال لك الفكره كلها ليها علاقه بالالكترونيجاتيفيتي. بمعنى ايه، الهيدروجين بوند دي عشان تحصل بين هيدروجين اتوم، تكون بين تو اتومز ليها الكترونيجاتيفيتي عاليه. زي مين؟ زي الاكسجين، زي النيتروجين، زي الفلورايد. دول اشهر حاجات عندك، تمام. فهنا هتلاقي ايه، الهيدروجين بوند هي اللي هتلاقي بين المولكيولز وبعضها، فده مولكيول من الووتر اهو، ده كده مولكيول واحد من الووتر اهو، تمام. كل الرمادي ده هو هيدروجين بوند بيقدر يعملها. طب ليه؟ امسك مثلا الاتش دي، هتلاقيها موجوده بين تو اتومز ليها الكترونيجاتيفيتي عاليه، اكسجين واكسجين. وانا اتفقت معاك اكسجين نيتروجين فلوراين الثلاثه كده ليهم الكترونيجاتيفيتي عاليه، فبالتالي الهيدروجين دي واقعه بينهم اهو، فبالتالي دي ايه، تعمل هيدروجين اتوم. طب بص هنا على الهيدروجينه دي، هتلاقيها ايه، هتلاقيها واقعه بين تو اتومز برضو ليها الكترونيجاتيفيتي عاليه اللي هي الاو. نفس الكلام الهيدروجين دي، ونفس الكلام الهيدروجين دي. فهتلاقي ان المولكيول الواحد من الووتر يقدر يعمل 4 هيدروجين بونز. وده هو ده السبب الاساسي اصلا ان احنا عندك الووتر بويلز at 100 سيليسيوس. طيب نكمل. فعندك برضو من ضمن الحاجات اللي اقولها لك، او برضو زي ما قلت لك، هو ان الهيدروجين بوند بتحصل لما يكون معاها نيتروجين او اكسجين او فلورايد، دول اشهر حاجات. طيب فعايز اقارن بقى بين اللينس بتاعت البوند دي واللينس بتاعت البوند دي، وبرضو اتكلم على القوه بتاعت الديوكسيد. فهتلاقي ان الكوفالنت بوند دي هقول لك ان هي مثلا 96 بيكومتر. جميل. طيب اما الهيدروجين بوند 180 بيكومتر، معنى كده مين اطول؟ معنى كده الهيدروجين بوند دي اطول. طيب هقول لك على حاجه، لو انت جبت مثلا استك وقعدت تشد فيه جامد قوي، تمام، فهتلاقيه بقى اضعف. جميل. بنفس المنطق ده، كل ما الحاجه دي كانت تولد او كل ما البوند دي تولد كل ما بقت اضعف. فبالتالي بما ان الهيدروجين بوند دي ضعيفه، بما ان الهيدروجين بوند دي اطول، فبما ان هي اطول هتلاقيها ان هي اضعف، فهتلاقي دي 20 كيلو جول اوفر مول، لكن دي 460 كيلو جول اوفر مول. فزي ما اتفقنا، بما ان البوند لينس بتاعت الهيدروجين بوند كانت اطول، فهتلاقي ان السترينث بتاعها كان اقل، فدي 20 لكن دي 460. يبقى كده عرفنا نوصل من النقطه دي او من الجدول ده لايه، ان الهيدروجين بوند دي بتكون اطول واضعف من الكوفالنت بوند. طيب حاجه كمان يقول لك ايه، كل ما كانت هي على نفس اللاين مع البولار كوفالنت بوند هتلاقيها بتكون اقوى. يبقى الهيدروجين بوند دي لو كانت على نفس اللاين مع البولار كوفالنت بوند بتكون اقوى. طيب زي ايه؟ زي H2O و HF، دول بيكون فيها على نفس اللاين مع البولار كوفالنت بوند، فبالتالي بتكون اقوى فيه. طب ما بتكونش على نفس اللاين في ايه؟ في ال NH3. جميل. يبقى هي بتبقى على نفس اللاين في ال H2O وال HF، لكن ما بتكونش على نفس اللاين في ال NH3. بعد كده اكلمك على اخر حاجه في الشابتر ده، وهي الميتاليك بوند. طيب الميتاليك بوند دي من اسمها هتفتكر هتكون موجوده فين؟ اكيد في الميتال. جميل. طيب هي على اساس ايه بتحصل؟ قال لك هي الفكره كلها في ايه، الفكره كلها ان انت عندك اي ميتال بيكون ليه كريستال لاتس. يعني ايه كريستال لاتس؟ اللي هي اسمها شكل بالوني. طيب الكريستال لاتس دي بيكون شكله عامل ازاي؟ بيكون حاجه زي كده مثلا مترصصين كده والدنيا تمام. طيب ايه بقى؟ قال لك الفالنس الكترونز بتوعها بيبقى حواليها كده عامله زي ما تكون الكترون كلاود، اللي احنا خدناها في الترم الاول، هي عامله زي ما تكون سحابه الكترونيه حواليها. جميل. يبقى معنى كده ان الميتاليك بوند دي بتحصل فين؟ بتحصل في الكريستال لاتس نفسه بتاع اي ميتال. جميل. طيب بتحصل ازاي؟ بتحصل عن طريق ان الفالنس الكترون تكون موجوده حول الكتاين. اما بص يعني هنا الفالنس الكترون هو حوالين الكتاين صحيح، تمام. طيب وكل ما الفالنس الكترون دول يكونوا اكتر كل ما الميتال بوند دي تكون اقوى. طيب هو سؤال، هو الميتال بوند دي اصلا ايه لازمتها؟ قالك الميتال بوند دي ليها حاجتين، ايه هما؟
هتخليه اكتر، يبقى هاردنس اعلى، يبقى هو يعني صلب اكتر او اقوى. جميل. وهتخلي البويلنج بوينت بتاعته تبقى اعلى، او اللي هو الميلتنج بوينت بتاعته تبقى اعلى. يبقى عنده كده حاجتين، هتخلي الميلتنج بوينت بتاعته تبقى اعلى، وهتخلي كمان الهاردنس بتاعته تكون اقوى. طيب زي ايه؟ قال لك مثلا عندك هنا صوديوم، وعندك هنا مغنيسيوم، وعندك هنا الومنيوم. الصوديوم كان توزيعه 11، يعني الاتوميك نمبر بتاعه 11، كنا هنقول 2 8 1، ده حتى توزيع اعدادي عادي خالص. فهتلاقي ان في الاوتر بوست شيلد هتلاقي فيه الكترون واحد بس، فمعنى كده الفالنس الكترون بتوعه هو واحد بس. تمام. فلما تيجي تتكلم عن الهاردنس بتاعه هتلاقيه سوفت وهو نص. طب تتكلم عن الميلتنج بوينت بتاعته هتلاقي 98. طب حاجه زي المغنيسيوم، المغنيسيوم ده 12، يعني 2 8 2، فبالتالي الفالنس الكترون بتوعه 2. فلما تيجي تتكلم عليه في الهاردنس هتلاقيه 2 ونص ميلت. تمام. اللي هو بيكون كمان الميلتنج بوينت بتاعته 650. طيب تيجي تتكلم عن الالمنيوم، فالالمنيوم 13 يعني 2 8 3، فبالتالي الفالنس الكترون بتوعه 3. لو جيت تتكلم عن الهاردنس بتاعته هتلاقيها 2 75، والميلتنج بوينت 660 سيليزيوس. فهتلاقي ان كل ما كان الفالنس الكترون زادوا، كل ما الهاردنس هتزيد، وكل ما الميلتنج بوينت هتزيد. وده هو اللي عايز يوصل. طيب معلومة أخيرة عندك، إن لو الفالنس إلكترون اتساووا مع بعض وقتها ترجع للأتوميك ريديوس. طيب ليه؟ إيه علاقة الأتوميك ريديوس بالموضوع؟ قال لك أصل الموضوع inversely proportional. يعني إيه الكلام ده؟ يعني علاقة عكسية. يعني معنى كده كل ما كان الريديوس كبير، كل ما كانت الميتال بوند دي صغيرة أو ضعيفة، وكل ما الميتال بوند دي كانت قوية معنى كده الريديوس ده كان صغير. جميل؟ يبقى احنا لو لقينا إن الفالنس إلكترون تساوي، ارجع لإيه؟ للريديوس. تمام. طب تعالى نحل اسئله كده على الدرس اللي احنا خدناه ده، ونشوف الدنيا فيها ايه. كده احنا خلصنا شابتر 1 الحمد لله، فخلينا نحل عليه كده ونشوف الدنيا فيها ايه. طيب تعالى نحل كده شويه اسئله على الدرس. فعندك اول سؤال بيقولك ايه: when an ammonia molecule is bonded with a positive proton a bond is formed not. طالما جاب لك positive proton او قال لك هيدروجين ايون، اعرف ان هو كده بيتكلم عن الكوردينيت. فهنا قال لك امونيا اللي هي NH3 مع بوزيتيف بروتون هو H بوزيتيف، فبالتالي هي كوردينيت. طيب when HCl gas is dissolved in water a bond is formed between the hydrogen ion and water molecule. معنى كده بيقول لك لما HCl ده بيدوب في الميه هيطلع H بوزيتيف اللي هي H بروتون. تمام. فبالك بقى ال H بوزيتيف دي لما تتفاعل مع الميه هتعمل مع الميه حاجه اسمها ايه؟ فهتعمل مع الميه حاجه اسمها كوردينيت برضو، عشان هيطلع معاك هيدرونيوم ايون اللي هو H3O. تمام. خد بالك عشان السؤال اللي بعد كده هيعمل لك ايرور شويه، بس دي حاجه ودي حاجه. بمعنى السؤال اللي بعد بيقول لك ايه: all of the following compound can form a coordinate bond except BH3 HCl NH3 H2O. فانا هقول لك ان HCl ما يعملش coordinate bond. تقول لي يا مستر ده انت لسه في اللي فيها على طول كان بيقول لي HCl عمل ديسولف في ووتر وانت قلت لي coordinate bond. هقول لك بس في فرق. هنا ال HCl لما عمل ديسولف ان ووتر هو طلع ده نفسه حصل له ايونيزيشن فطلع H بوزيتيف، فال H بوزيتيف دي هي مع الووتر مولكيول عملت كوردينيت بوند، لكن اتش سي ال نفسه ما عملش كوردينيت بوند. تمام. لكن انا بيسال مين من دول هيعمل او كل دول هيعملوا كوردينيت بوند ما عدا، فالاتش سي ال مش هيعمل كوردينيت بوند، ده اصلا ما يعني ما فيش لون بير معينه يقدر يعمل بيها كوردينيت بوند. ماشي. عارف ان السي ال عنده 3 لون بيرز، بس دي حاجه ودي حاجه. طيب لكن انا كل كلامي عن كوردينيت بوند قلت لك ايه؟ قلت لك في عندك لون بير على السنترال اتوم، فالاتش سي ل ما فيهوش حته سنترال اتوم دي، لكن مثلا ب اتش 3 ان اتش 3 اتش 2 او دي فيهم سنترال اتوم. جميل. ده لحد ما توصل لمرحله اعلى وتبدا تدرس موضوع اكبر يعني. طيب السؤال اللي بعد بيقول لك ايه: the following abbreviations express molecules that possess electron donor atoms that can form a coordinate bond except. كل دول هيعملوا coordinate bond ما عدا واحده فيهم. طيب اعرفها منين؟ انا لسه كنت بقول لك الكوردينيت بوند دي عشان تحصل انا محتاج لون بير، واللون بير في الابريفيشنز بتاعنا بتبقى اسمها اي، فبالتالي لو في حاجه فيها اي هتعرف تعمل كوردينيت بوند، حاجه ما فيهاش اي مش هتعمل كوردينيت بوند، الموضوع بسيط. طب اي اكس 3 اي فيها اي فبالتالي تعمل كوردينيت بوند، اي اكس 2 اي فيها برضو اي فبالتالي تعمل كوردينيت بوند، اي اكس 3 دي ما فيهاش اي فبالتالي دي ما تعملش كوردينيت بوند. طيب اللي بعدها: what is the ratio of the number of polar covalent bond to the total number of bonds in hydronium ion. طيب افتكر معايا شكل الهيدرونيوم ايون، فالهيدرونيوم ايون اهو عندك فيه كله على بعضه 3 اتومز 3 قصدي سوري 3 بونز. جميل. طبعا افرق بين الكوفيلنت وبين الكوردينيت، ان الكوردينيت بيكون فيها سهم، فدي كوردينيت اهو
ودول كوفالنت بوند اهو. هو بيسألك عن نمبر اوف كوفالنت بوند، هما كلهم على بعضهم 3، منهم 2 كوفالنت بوند. فعشان اعرف اجيب الريشيو بتاعها فهقول 2 over 3 times 100. 2 over 3 times 100 equal 6.7 percentage. جميل. طيب بعدها water molecules form bonds between each other. طالما بيقول لك between each other يبقى دي كده هيدروجين بوند. لكن لو قال لك المولكيول الواحده البونز اللي فيها ايه، فالمولكيول الواحده فيها covalent بوند. طيب السؤال اللي بعده a sample of water contains bond نقط. هنا بيقول لك عندك ايه، عندك هنا sample of water، عندك هنا يعني في عندك شويه ميه، في عينه ميه، مش جزيء واحد بس. فبالتالي دي فيها covalent وفيها هيدروجين بوند، فيها الاتنين. جميل. طيب اللي بعدها how many hydrogen bonds can be formed by a single water molecule. طالما بيتكلم على single water molecule اتفقنا ان هي بتعمل 4 hydrogen bonds. جميل. طيب اللي بعدها hydrogen bond are the strongest possible between molecules of نقط. طيب اعرف منين؟ شوف اكبر فرق في الالكترونيجاتيفيتي، واكبر فرق في اللي قدامك دول في الالكترونيجاتيفيتي هو بين ال H وبين ال F، فيبقى عندك ال HF. طيب اللي بعدها hydrogen bond is not stronger و longer than covalent ولا weaker و shorter than covalent ولا weaker و longer than covalent ولا stronger و shorter than ionic. شيل الايونيك دي من الموضوع، الكلام ده كان على covalent. طيب انا قلت لك افتكر المثال اللي انا قلت لك الاستيك كل ما يطول كل ما يكون اضعف، فبالتالي الهيدروجين بوند كانت اطول وكانت اضعف، يبقى weaker و longer than covalent. طيب اللي بعدها the bond is the aluminum metal. بيقول لك البوند في الالومنيوم ميتال ايه هي؟ والله من اسمه الومنيوم ميتال، خلاص يبقى اكيد دي ميتاليك. جميل. اخر سؤال معانا بيقول لك iron is harder than aluminium because iron is not. طيب هنا بيقول لك ان الايرن هيبقى اصلب او اكثر قوه من الالومنيوم، يبقى ليه؟ هنا بيتكلم على ايه؟ هنا بيتكلم على الميتاليك بوند، والميتاليك بوند بتتاثر بايه؟ بالفالنس الكترونز. لما يقول لك ان الايرن اقوى او هاردر ذان الالومنيوم، معنى كده الايرن ده عنده فالنس الكترون اكتر من اللي موجوده عند الالومنيوم، يبقى معنى كده ان انت عندك the number of valence electron is greater than. يبقى الاجابه معاك كانت سي. بس وكده احنا خلصنا شابتر 1 وحلينا عليه. اشوفكم ان شاء الله في شابتر 2، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.